طرفين اللي هو الوينج باك اللي هو عمر جابر وفتوح هم اللي بيلعبوا على اطراف الملعب. في الوقت او الجانب الدفاعي بينزلوا يضموا مع ثلاثي المدافعين. الاثنين اللي بيلعبوا تحت المهاجم الاساسي اللي هو سيف الجزيري، امام عاشور واحمد سيد زيزو. وعلى حسب التشكيله اللي يعني بتتلعب قدامي دلوقتي، احمد سيد زيزو هو اللي بيلعب ناحيه اليمين وامام ناحيه الشمال، لكن اعتقد في بدايه المباراه هتكون العكس، وبعدين في خلال المباراه هتبتدي انها تتغير. ايه اللي خلاك تفتكر ان الزناري راح يبدا؟ لان حسام عبد المجيد كان مع المنتخب بتاعه لسه جاي من يومين، والزناري لعب المباراه الاخيره كان بيأدي بشكل كويس قوي. فلكن مهم جدا ان يكون المدير الفني على قناعه وعلى ثقه كبيره باللاعب بتاعه، وحسام عبد المجيد قدر ان هو يكتسب ثقه فيريرا فيه في المباريات الاخيره. وبرده فيريرا بيحاول ان هو يستغل العامل الطول عند حسام عبد المجيد في الكرات الثابته. يمكن في المباراه اخر مباراه في الموسم اللي فات، في المباراه اعتقد في بدايه الموسم، حسام قدر ان هو يحرز هدفين من ضربات ثابته اللي هي الضربه الركنيه، وقدر ان هو يستغل الطول بتاعه والاجاده بتاعته في ضربات الراس. لكن لما تيجي تتكلم بشكل عام على شكل الفريق او شكل التشكيل، هو ما اتغيرش كتير يعني. وليد سليمان، تشكيله الاهلي، نشوف تشكيله الاهلي ويتكلم عنها كابتن وليد سليمان. هذه تشكيله الاهلي واضحه امامنا. هي ما اختلفتش كتير يا استاذنا. هي طبعا اللي اختلف بس ان عمرو السولية مكان اليو ديانج، وطبعا الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي واكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبد القادر وسافيو وطاهر وشادي. بس انا كنت افضل يعني يبدا بيرستاو مكان شادي، ان ماتش تقيل على شادي. كنت افضل ان شادي ينزل الشوط الثاني. بس يمكن كابتن لانه شادي في الماتشين اللي فاتوا كان ماشي أيوة. كويس مع الفريق. انا مع حضرتك، بس هو بعيد شويه، ومحمد شريف عن التهديف. بيبقى فيه شويه صربعه، عايز يثبت نفسه شويه. لكن تاو عنده تقل شويه، مع سافيو كان هيعمل راجع من اصابه، هيعمل ازعاج اكثر. بالظبط. اوكي. انت شايف اليوم تعويض اليو ديانج في المباراه مع السوليه شكله ازاي شايفه؟ هو طبعا اليو دانج هيفرق جامد جدا مع الفرقه، بس حمدي يقدر يقوم بالمهام ده كويس، وعمرو السولية هو اللي هيزيد تحت سافيو، علشان عمرو بيجيد التسديد كويس. وهي الطريقه مش ما اتغيرتش، هي 4-2-3-1. اوكي. خالد بيومي، ايه نقاط القوه والضعف في الفريقين؟ انت شفنا التشكيلات الاثنين، ايه نقاط الضعف والقوه في الفريقين؟ اول حاجه هختلف عليها مع جوزوالدو فيريرا هي عمر جابر، مع احترامي وتقديري يعني. لان سيد عبد الله نيمار الولد الصغير اكتر واحد وقف علي معلول، واحده من اهم الجبهات القويه جدا للنادي الاهلي. انا كنت افضل سيد عبد الله نيمار دريبلينج وهايل قوي جدا وسريع، ولكن في النهايه هو اختياره لعمر جابر ده رقم واحد. اثنين، كنت افضل امام عاشور يلعب في نص الملعب افضل كتير جدا ما يلعب على الجبهه اليسرى على اكرم توفيق، كان ممكن يلعب بمصطفى شلبي، ولكن هو اقرب للفريق. قوه نادي الزمالك في ثبات التشكيل، قوه نادي الزمالك في الصبر، فريق صبور جدا جدا، ودي جايه من جوزوالدو فيريرا. قوه نادي الزمالك في التامين، فريق كتيم كان بيلعب كله ككومباكت من وسط الملعب، بيلعب على السرعات بتاعه زيزو وبتاعه سيف الجزيري تحديدا ما بين الخطوط، ودي نقطه او مشكله عند النادي الاهلي، خاصه ما بين الدفاع والمساحات الموجوده ورا نص الملعب ورا السوليه وكمان حمدي فتحي. الاهلي انا يعني وجهه نظري يعني ان شادي يختلف عن شريف، لان شادي بيلعب فرقه، شريف محتاج فرقه تلعبه. شادي ممكن يبقى 9.5، ممكن يبقى راس حرب. ايوه، وبالتالي ممكن يخدم الفرقه، يخدم عبد القادر وكمان طاهر محمد طاهر. انت مع راي وليد انه يقول لك لا بيرسي تاو كان افضل انه يبدا فيه؟ لا، عاوز اختلف مع وليد عشان اول مره يعمل استوديو. لا، الاختلاف حلو بالعكس، لا يفسد في الود قضيه. لا طبعا، لا. هي طبعاً وجهات لا. نظر طبعا. وجهات نظر. لا انا مع شادي. بالظبط. انا مع شادي. بيرسي انا مش شايفه 9.5، وانا شايف ان بيرسي هو يلعب لسه على اليمين راجع من اصابه كمان. بالظبط. انا مع شادي. شادي لعيب صانع لعب كويس، يمشي كويس جدا ما بين الثلاثه المدافعين، يساعد سابيو كتير جدا في نقل الكره والحركه بشكل ممتاز. شريف اسرع، ولكن انا بالنسبه لي شادي يخدم على فرقه، لعيب حلوله كتير. شريف محتاج لعيب يخدم عليه زي عبد القادر، محتاج لعيب يخدم عليه زي قفشه. لا، وانت محتاج كمان كنادي اهلي ان انت يبقى عندك مهاجم صريح كمان يبقى موجود في الملعب، ما يبقاش برضو يعني الحته دي ما تبقاش فيها فراغ
بالظبط. هجومي. بالظبط. بيرسي تاو بيحاول يطلع على الاطراف اكتر وينزل تحت ومهاري. بالشكل ده.